بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في رحاب اتحاد الفلاسفة العرب، ولقاء جديد ضمن سلسلة المسكوت عنه، والتي طرحناها منذ قرابة أسبوعين أو أكثر. ناقشنا فيها ولا زلنا نناقش مسألة الفلسفة المدرسية على مستوى الوطن العربي. عرضنا الأيامات الماضية العديد من اللقاءات كنا قد أجريناها مع أساتذة الفلسفة على مستوى الوطن العربي. اليوم مستمرون في طرح المسكوت عنه. لقاء جديد نطرح الحال اليوم في دولة الجزائر الشقيق. ستكون معنا الأستاذة أسماء عرقوني من دولة الجزائر. هي أستاذة فلسفة في التعليم الثانوي وباحثة دكتوراه في الفلسفة وفلسفة التربية وعلوم التربية بصفة عامة. أهلا وسهلا بك أستاذ أسماء. أهلا وسهلا أستاذ، وشكرا على الدعوة الكريمة. وأكيد أتشرف أنه نكون ممثلة للجزائر في شرح واقع الدرس الفلسفي. شكرا. أهلا بك معنا في رحاب اتحاد الفلسفة. أستاذ أسماء، قد يكون لقاء ساخن نوعا ما من حيث الأسئلة وطبيعة الأسئلة والتنقيب في الواقع الفلسفي الجزائري، ولكن هذه هي طبيعة الفلسفة وطبيعة ما نخوض فيه إن شئنا أو إذا أردنا الارتقاء بالدرس الفلسفي العربي بصفة عامة. أستاذة أسماء، في حواراتنا السابقة أفادنا بعض الأساتذة أن الفلسفة أو المرحلة الثانوية في بعض الدول تتم على مدار 4 سنوات، بمعنى أن تلميذ أو طالب المرحلة الثانوية يدرس لمدة أو على مدار 4 سنوات، في حين أن بعض الدول الأخرى تكون المرحلة الثانوية على مدار 3 سنوات. أيضا أفاد البعض بأن طالب المرحلة الثانوية يدرس الفلسفة على مدار 3 سنوات، والبعض قال بأن دولته أو في دولته يدرس الطالب الفلسفة على مدار سنة واحدة فقط أو على مدار سنتين. بداية يا ريت تحدثينا عن الفترة الزمنية للمرحلة الثانوية في دولة الجزائر، وكم سنة يدرس التلميذ أو طالب المرحلة الثانوية الفلسفة؟ بداية إدراج مادة الفلسفة يعني بحكم بحثي في الأطروحة حول تاريخ تدريس مادة الفلسفة كان بشكل رسمي مع بداية السبعينات مع المرحوم الأستاذ يعقوبي، وهو معروف على مستوى الوطن العربي من خلال كتاب الوجيز في إدراج الفلسفة منذ البداية. لم يتغير هذا الإدراج في سنوات التدريس حتى يومنا الحالي. تدرس سنة ثانية ثانوي، لأنه نحن في الجزائر هناك مرحلة ثانوية فيها 3 سنوات، سنة أولى ثانوي، ثانية ثانوي، ثالثة ثانوي بالنسبة لكل الشعب. تدرج مادة الفلسفة بالنسبة لسنة ثانية ثانوي أدب وفلسفة، قسم الأدبي. لكن العلم يدرسون سنة والقسم العلمي ما يدرسون الفلسفة أم لا يدرسون؟ لا، الإدراج لمادة الفلسفة في السنة الثانية محصور على قسم الأدبي فقط. طيب، والصف الثالث؟ ثم في السنة الثالثة اللي هي سنة البكالوريا بالنسبة للفلسفة النهائي، بالنسبة للجزائر النهائي، تدرج مادة الفلسفة لكل الشعب كأول لقاء لهم بالمادة في السنة الثالثة ثانوي، قسم علوم، رياضيات، لغات، كل الأقسام. محصورة الدراسة للأدبيين فقط لسنة ثانية وثالثة. إذن معناها الفلسفة ليست لها وجودا في الصف الأول الثانوي؟ لا. تمام. فيما يخص الصف الثاني، طبعا القسم الأدبي أو الشعب الأدبية، يا ريت تحدثينا عن طبيعة المنهج كما وموضوعه. سنة ثانية. الصف الثاني. في قسم السنة الثانية نتعامل بنفس محتوى المنهاج أو البرنامج لشعب النهائي أقسام علوم. في البداية نعرفهم
هناك وحدة الأولى، وحدة المشكلة والإشكالية والسؤال الفلسفي والسؤال العلمي كإشكالية أولى، ثم إشكالية ثانية حول تاريخ الفكر الفلسفي، الفلسفة اليونانية في الإسلامية، ثم الحديثة في المعاصرة، وبعدها في العلاقات بين الناس فيدرسون الشعور بالأنا والشعور بالغير، الحرية، العنف والتسامح. يعني نوعا ما نبدأ بتمهيد يعني يتناسب مع مع يعني عقلية ذهن التلميذ، مع ذهن نعم مع ذهن عقلية مع المتلقي ذهن باعتباره. التلميذ كأول لقاء بالمادة يجب أن يتعرف عليها. واضح. هذا المحتوى يعني باختصار. تمام. طيب، الصف الثاني كم ساعة بيدرس الفلسفة على مدار الأسبوع؟ هنا يعني نتوقف قليلا، لأنه الجزائر ربما كان لها يعني استثناء، لأنه جرت تعديلات مؤخرا، تعديلات كثيرة على الحجم الساعي، وكذلك تعديلات على المحتوى في بعض النقاط. لكن عموما هناك 4 ساعات للدراسة، كانت ما بين 5 ساعات يعني قبل، ثم أصبحت 4، ومع كورونا أصبحت 3 ساعات، ما بين 5 إلى 4 إلى 3 مع التغييرات الحديثة، لكن في العموم هي 4 ساعات. 4 ساعات أسبوعيا. 4 ساعات. طيب، من حيث المنهج، من حيث الكم مقارنة بعدد الساعات، هل عدد الساعات يكفي لتدريس كم المنهج المقرر؟ أنا طبعا حقيقة لم أطلع على منهج الفلسفة في دولة الجزائر، ولكن باعتبار طبعا أهل الاختصاص نسألك يعني هل كم المنهج يتلائم مع عدد الساعات المقررة، أم أنه يتفوق عليه؟ يعني ما هي طبيعة الوضع تحديدا؟ نعم، هو حقيقة المشكل في الكم يلامس كل الشعب أو كل المراحل الأطوار، يعني حتى السنة الثانية نهائي بكالوريا كل الشعب تعاني يعني من عدم توازن بين الحجم الساعي والمحتوى. بالنسبة للسنة الثانية تحديدا كإجابة على سؤالك، قسم السنة الثانية أظن يعني على حسب يعني حتى الأساتذة المكونين يعني اللي عندهم خبرة يعني كانوا يتذمرون أو ربما يناقشون فكرة الحجم الساعي. لا يناسب طبعا، لأنه لو تلاحظ فقط أستاذ تاريخ الفكر الفلسفي لوحدها، الإشكالية لوحدها تتناول يعني 4 محاور، ربما حتى في الطور الجامعي نأخذها في 2 أو 3 يعني. يعني حاولنا بنتجاوز هذا الموضوع بتكييف فقط، عملية التكييف، لكن هو لا يناسب كرأي يعني لي وللناس اللي عندهم خبرة يعني. إذا كم المنهج لا يتناسب مع عدد الساعات أو عدد الساعات المقررة، لا تكفي لتغطية أو نعم، والدليل إضافة فقط، والدليل أنه لا ينتهي منهاج أو محتوى برنامج مادة الفلسفة للسنة الثانية عند أغلب الأساتذة. واضح. هذا هو يعني هذا هو المتوقع. هذا هو المتوقع. تمام. بالنسبة لطبيعة الامتحانات في الصف الثاني، طبعا أعتقد بتكون الامتحانات مثلا لن تكون موحدة على مستوى الدولة أو على مستوى الجمهورية كما أسئلة الشهادة النهائية أو البكالوريا كما تسمونه، يعني صحيح ولا؟ نعم. كل مقاطعة أو كل يعني هناك يعني دروس أو المواضيع المحصورة في الفصل الأول يكون حولها الأسئلة، يعني عملية التكييف تكون على مستوى كل مؤسسة. بالضبط. طيب، طبيعة الأسئلة كيف هي أستاذ أسماء؟ كيف يعني طبيعة الأسئلة؟ يعني صيغة الأسئلة، كيف تأتي الأسئلة؟ بالنسبة للسنة الثانية الفصل الأول هناك نوع من مراعاة يعني الصيغة تكون مباشرة واضحة، غير قابلة للتأويل، مناسبة لفهم التلميذ. المواضيع تختار يعني نوعا ما بدون التأويل يعني التأويل في الموضوع أولا. ثانيا هناك نوعا ما يعني إسقاط يعني كيف أشرحها، يعني تكييف الحالة مع طبيعة القسم، يعني الأستاذ يلاحظ مستوى القسم، يلاحظ مدى الاستيعاب، عدد الحصص التدريبية، ويطرح الأسئلة. يعني هناك نوع من الحرية في الطرح، يعني لا يوجد توحيد للأسئلة على مستوى يعني
يعني كل الأساتذة يطرحوا نفس الصيغة. لكن في الاختبار كملاحظة، لأنه إحنا في الجزائر هناك الفروض والاختبارات. يعني الفروض هي التي تسبق الاختبار يعني امتحان يتدرب فيه التلميذ على الإجابة. الفرض ممكن يكون فيه تسهيل أو إعطاء لأسئلة يعني مساعدة، لكن فكرة الاختبار هو في أسئلة مقالية، يعني مواضيع مقالية بحتة بدون ولا أسئلة فرعية. تمام. هو حقيقة ربما الأستاذة أسماء والكثير ممن يشاهدون الآن سيستغربون من صيغة هذا السؤال الذي طرحته، ولكن ما دفعني إليه إضافة إلى أن السؤال هو طبعا سؤال مهم، ولكن في إحدى الدول العربية ربما البعض لديه المعلومة تأتي أسئلة الامتحانات على صيغة صح وخطأ، صح وخطأ، اختيار متعدد وأسئلة مزدوجة. هدف امتحان الفلسفة طبعا يدرسون الفلسفة مدة سنة واحدة، طبعا هي السنة النهائية أو الصف الثالث الشهادة. الامتحانات أو ورقة الامتحان عبارة عن 40 سؤال، 15 سؤال صح وغلط، 15 سؤال اختيار متعدد، و10 أسئلة مقسمين إلى مجموعتين، كل مجموعة 5 أسئلة، عبارة عن أسئلة مزوجة أو توصيل. هي طبعا أثناء اللقاء ربما تحكمت على هذه الطريقة ووصفتها بأنها مقتبسة من برنامج من سيربح المليون للسيد جورج قماحي، لأنه في الحقيقة إضافة إلى طبيعة هذه الأسئلة أنه بإمكان الطالب داخل لجنة الامتحان الاستعانة بصديق، ربما يكون الصديق داخل اللجنة أو ربما خارج اللجنة أو ربما حتى في المنزل، فالأمور متاحة. على كل حال، لو أردنا أن نلخص وضعية الفلسفة في الصف الثاني الثانوي في دولة الجزائر الشقيقة، كيف تلخصيها أستاذ أسماء؟ من حيث طبعا المنهج كما ومنهجا وعدد الساعات وطبيعة الامتحانات وسلم النقاط وغيرها، كيف نلخص الوضع؟ نعم، لكي يكون هناك نوع من المصداقية والموضوعية هناك مراحل. يعني أنا أتكلم على المرحلة التي أعيشها، لأنه سابقا الوضعية كانت تختلف. يعني تعرف هناك يعني أهل التخصص من الذين سبقوني في الخبرة عندهم يعني ربما رأي مخالف، لأنه قبلا كان سنة ثانية له كفاءة لغوية في اللغة العربية للتعبير، هناك كفاءة في الاستيعاب، يعني المستوى في الاستيعاب انخفض. يعني الفلسفة تعاني من حالة التلميذ، لأنها تأتي متأخرة كثيرا على أن تعالج، لأنها تأتي في السنة الثانية بعد ما التلميذ كون يعني حالة من اللا استيعاب أو لا قدرة على التعبير أو صعوبة التعبير على الأفكار. لهذا لا يمكن أن نقارن بين جيلين. يعني أنا أتكلم على ما عايشته من خلال أنا بدأت التدريس في 2016، يعني 2016 يعني 6 سنوات أو 6 سنوات، حوالي 6 سنوات، لأنه هذا العام السادس. يعني أستطيع أن أتكلم على هذه الفترة أو ربما ما عايشته قبلا كدراسة. يعني 10 سنوات تقريبا، 10 سنوات أحكم عليها من خلال الخبرة بين التدريس والدراسة. لكن قبلها أظن أن هناك رأي يعني آخر، لأنه كفاءة التلميذ وكفاءة الأستاذ وكثافة البرامج والحجم الساعي الذي كان أكبر ربما في تلك الفترة كان يساعد نوعا ما على تقييم أحسن. عموما بالنسبة للفترة التي يعني كان للتدريس فيها، أظن أنه نحن لا نفتقر لربما حجم ساعي أو برنامج آخر أو محتوى برنامج فلسفة بقدر ما هي حالة من اللا ما نقولش لا رغبة، لأن هناك من يملكون رغبة في التلاميذ. أظن أن كفاءة التلميذ منخفضة جدا، لهذا يرى أن هناك هوة كبيرة بينه وبين أستاذ الفلسفة. يعني قدرته على التعبير منخفضة، إلا أن نقول منعدمة في بعض المؤسسات. قدرة على الكتابة باللغة العربية التي أظن أن هي مفتاح الفلسفة يعني منخفضة. سمعة المادة عاما بعد عام
بدأت تأخذ يعني منحى آخر وبعد آخر، لأنه الجانب نعرف إحنا النظرة المادية تغيب نوعا ما الجانب الفلسفي. يعني أظن أنه نحن نعيش مع جيل مادي نوعا ما، أصبح يقارن ما هو ملموس، الحضارة تقاس عنده يعني بالتحصيل المادي. ابتعدنا نوعا مع الجيل الحالم، الجيل الذي يملك رؤية وتأمل. لهذا أظن أنه عدة يعني متغيرات، يعني دعنا من يعني فقط أن نعالج ما هو ظاهر، لأنه ما هو ظاهر هو ما ظهر بعد تفاقم الوضع الباطني. أظن يعني بعد ما زاد الأمر عن حده ظهرت بعض المشاكل التي تطفو على السطح. يعني سؤالك أجبت عليه أظن. في الحقيقة أنت تفضلت بالإجابة المشكورة، وإجابتك تقودنا مباشرة إلى الحديث عن وضعية التلميذ ما بين قوسين المتلقي أو طالب المرحلة الثانوية. لو تسألنا ما هي أسباب عزوف طالب الجزائري أو التلميذ الجزائري في المرحلة الثانوية عن دراسة الفلسفة، أو بمعنى أدق عن الاهتمام بدراسة الفلسفة كمادة أو كعلم. مثلا كي يكون السؤال أكثر وضوحا بالنسبة للمتلقي، الطالب في المرحلة الثانوية بيدرس مثلا الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء، إلى جانب مثلا في القسم الأدبي بيدرسون مثلا الجغرافيا والتاريخ والنفس والاجتماع والعلوم السياسية وغيرها من العلوم قد تتباين أو تختلف من دولة إلى أخرى. هذا إلى جانب مادة الفلسفة. نلاحظ أن التلميذ في بعض الدول التي أجرينا فيها الحوارات، التلميذ وهو في القسم الأدبي يفضل أو يحبذ دراسة مواد من قبيل مثلا علم النفس أو علم الاجتماع أو التاريخ أو الجغرافيا، في حين أنه يتراجع ويتقهقر كثيرا عند ذكر أو دراسة مادة الفلسفة. ما هي الوضعية بالنسبة للطالب في دولة الجزائر؟ هل هناك تقبل أم عزوف؟ بصفة عامة يعني هو طبعا الموضوع ليس بالإمكان حصر أو تقديم نسبة مئوية، ولكن كنظرة عامة استنادا إلى سنوات العمل وسنوات الخبرة، أيضا إلى جانب المعلومات المستقاة من الزملاء السابقون في هذا العمل. نعم، أظن أن الوضع لا يختلف كثيرا عن الوضعية الموجودة في أغلب الدول العربية، يعني لكي لا نقول يعني دول لا تشابهنا ربما في اللغة أو في المحتوى نوعا ما، في محتوى يعني المنهاج لمادة الفلسفة. لكن كذكر يعني كتجربة يعني معاشة في بلدي الجزائر، أظن أن أسباب العزوف بالنسبة لي طبعا كرأي خارج إطار التلميذ. يعني التلميذ هو نتيجة في المحصلة، وأنا هذا مبدأ عندي أنه التلميذ نتيجة وليس سبب. يعني لكي نقول أن هناك عزوف من التلميذ وكأننا قلنا نتيجة كذا وكذا 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 كان هناك عزوف عند التلميذ، ليس سبب تدني الفلسفة هو عزوف التلميذ عن دراستها. لا واضح يعني واضح. نعم. فكرة الأسباب أظن يمكن حصرها في 3 أو 4 نقاط. النقطة الأولى هو يعني غياب التجديد في المواضيع الفلسفية بما يتناسب مع ذكاء والرقمنة والتكنولوجيا العالية التي يعيشها هذا الجيل. هذا أولا. ثانيا عدم الاهتمام بالمادة في أطوار سابقة. يعني الجزائر يعني تهتم بالمادة في الجامعة ربما في تدريسها في التخصصات في الدكتوراه، لكن في الثانوي تدرج يعني في سنة النهائي. وأنا هذا ربما طرحته في عدة مناقشات في محاضرات جامعية. يعني كيف لتلميذ بكالوريا يعيش أزمة البكالوريا كما تلميذ العلوم أو اللغات أو كذا، وتدخل له أنت مادة جديدة وثقيلة ولها وزن وتحتاج إلى تفرغ في عام الأزمة، يعني اللي هو عام البكالوريا. أظن أن الأمر نوعا ما فيه خطأ، يعني أو ربما عدم دراسة للبرمجة. المفروض تدرس سنة أولى ثانوي، ثانية ثانوي، ثالثة ثانوي، لكي يتعود التلميذ على المادة، يعني حتى وبنسب قليلة أو بمعامل يعني قليل أو حجم ساعي قليل. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أظن أنه كذلك ما نعانيه من مقارنة بين الجانب التأملي والأدبي والعلمي.
يعني هناك تهميش حتى للمواد الأدبية كلها في جانبها، يعني التخصص، يعني نبدأ علوم ثم لغات ثم أدب. هذا التصنيف كذلك جعل الفلسفة يعني تدخل ضمن التصنيف الأدبي، وربما تهمش لهذا السبب. نظن أنه هذه أغلب. السبب الرابع واللي هو منوط بنا نحن كأساتذة هو غياب الكفاءة والتكوين يعني الجاهز. نحن مدارس العليا موجود، يعني أنا كنت خريجة المدرسة العليا للأساتذة، ويعني الحمد لله هناك يعني نوع من التكوين أحسن من التكوين الجامعي المجهز يعني للدراسات العليا، أو الخريجين الجامعات نوعا ما لا يدرسون علم النفس التربوي أو علم النفس الطفل والمراهق ويتعمقون في الجانب الفلسفي. يعني المدارس العليا لها خريجين لكن لا يكفي لتحقيق الكفاءة. السبب الخامس لكي أغلق يعني هذه النقاط، نظن هذه كل نقطة فيها يعني مجال أو بحر من البحث. واضح. النقطة الأخيرة التي يمكن أن أدرجها التي هي التكوين ما بعد العمل، يعني ما بعد التدريس، يعني متابعة التكوين. الأستاذ ما بعد التخرج. نعم لأنه الأستاذ ما بعد شهادة العمل يصبح وكأنه آلة، يعني وكأنه هناك فقط انتظار راتب وتحصيل وكذا. يعني الفكرة التكوين أظن أهم من ما قبل. التكوين البعدي أهم من التكوين القبلي إن صح التعبير. يعني التكوين ما بعد الممارسة يهيئك لصقل الكفاءة ومعايشة مشاكل التلميذ. يعني أظن أنه هذه نفتقدها كأساتذة في قطاع التعليم عموما والفلسفة خصوصا. تمام، كلام جميل وكلام واضح. وحقيقة أنا كنت سأنتقل إلى الحديث عن المرحلة الثانوية أو مرحلة الشهادة الثانوية أو البكالوريا كما يقال في دول المغرب العربي الشقيق، الحديث عن مادة الفلسفة، الشعبتين، الشعبة العلمي والشعبة الأدبي. ولكن لنستمر على نفس النمط التصاعدي الذي طرحته أو تفضلت به الأستاذة أسماء. سنواصل حديثنا عن أستاذ الفلسفة ونثير حوله الكثير من أو العديد من التساؤلات. أستاذة أسماء، في بعض الدول العربية بيتخرج طالب يتخرج في الجامعة في كلية الآداب أو في كلية كذا في قسم الفلسفة، ويلتحق مباشرة إذا حالفه الحظ يلتحق بإحدى المدارس والأستاذ راح المدرسة والأستاذ رجع للمدرسة بدون أدنى عملية تكوينية. بالتالي فكل ما يمتلكه هو شهادة أنه درس في الجامعة الفلسفة على مدار 4 سنوات، إضافة إلى أنه درس الفلسفة سنة أو سنتين على الأكثر في المرحلة الثانوية، ولكن لا علاقة له بالتكوين النفسي أو بطرق التدريس أو بطرق التعامل مع التلاميذ ومناهج وطرق تدريس الفلسفة وغيرها من أمور يفتقر إليها. ما هي طبيعة الوضع في دولة الجزائر؟ بالنسبة لتكوين بالنسبة لتكوين الأستاذ ما بين مرحلة الجامعة والالتحاق بالعمل التدريسي الثانوي. في توظيف الأساتذة في الجزائر هناك التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة، يعني طلبة اللي أخذوا البكالوريا بمعدل مرتفع يكون عندهم الحظ يختاروا المدارس العليا التي تمنحهم عقود توظيف مباشر، يعني مباشرة بعد التخرج يوظفون في التدريس، لكن لا يوجد هناك متابعة ما بعد التدريس. يعني هناك ربما كفاءة في التكوين قبل التخرج، لكن فيما بعد لا يوجد متابعة. هناك طريقة ثانية الاستعانة بخريجي الجامعات في التخصص، يعني ليسونس فلسفة، ماستر فلسفة، أو ربما حتى يعني في مصاف الدكتوراه في بعض الأحيان لما يكون التوظيف يعني مفتوح. توظيف في السلك يعني في التعليم يكون على حسب يعني مدة شهر تكوين، ثم يدخل الأستاذ يعني إلى التعليم ويأخذ كذلك ربما تكوين في عطلة الشتاء وعطلة الربيع بالنسبة لأول سنة توظيف، لكن تنقطع هذه العملية بعد التوظيف الرسمي أو الترسيم للأستاذ، ويصبح الأمر يعني كما هو عليه، أستاذ مرسم أو أستاذ موظف يعني في عمله يعني
رسمي في عمله، يعني أخذ مكانه يعني كأستاذ. بعدها راح يغيب التكوين ويغيب المتابعة إلا في ندوات مع مفتش، أو يعني ندوات قليلة جدا يعني مع المفتشين. كلام زين، كلام جميل. عندنا في مصر بعض الدول العربية التي تجرينا فيها لقاءات، على ما أذكر قديما ونحن كنا طلابة في المرحلة الثانوية، أيضا حتى بعد مرحلة التخرج. أنا شخصيا عملت في مجال التدريس الثانوي. هم في الموضوع أنه لدينا في مصر وفي بعض الدول العربية ما يعرف بموجه المادة أو بمفتش المادة، وطبعا أستاذ تدرج وظيفي أعلى من أستاذ الفصل أو من مدرس الفصل. مهمته أو من بين مهامه أن يقوم بمتابعة مدرسي المادة داخل فصول المادة، بما فيها طبعا مادة الفلسفة. أيضا مراقبة أو ملاحظة سلوك التلاميذ من تقبلهم للمادة وتعاملهم مع الأستاذ، وطرق تأدية الأستاذ للشرح والامتحانات والتقويم وغيرها من تفاصيل تحيط بالعملية التعليمية فيما يخص مادة الفلسفة. وفي نهاية المطاف يكتب تقريرا من المفترض أن التقرير طبعا يصل إلى المعنيين أو المختصين في الوزارة لاتخاذ اللازم. كيف هو الوضع في الجزائر؟ يعني لا يختلف كثيرا الوضع. المفتش هو أستاذ التحق يعني بسنوات تدريس معينة، وهناك مسابقات للالتحاق برتبة المفتش. ثم يعني وظيفة المفتش أو الموجه كما يدعى يعني عندكم هو المتابعة للأساتذة الجدد، الترسيم أو التعيين للأستاذ الجديد، إعطاء يعني درجة أو الزيارات الموجهة للأساتذة يعني الممارسين للمهنة، إجراء ندوات، يعني ندوات حول تعديلات أو حول تكييف مثلا كذا، أو حول بناء الأسئلة في الامتحانات الرسمية. يعني نوعا ما نفس الحالة، يعني طيب. نفس الوضعية. إذا نستطيع أن نقول أن له أو للموجه أو للمفتش له دورا فاعلا أو دورا حيويا في العملية التعليمية بصفة عامة، لا يمكننا الاستغناء عنه بحال من الأحوال. ولكن لا أستاذ، يعني المقدمة لم أقل أنا هكذا. أنا أجبت على ما يفعل، لا لم أعطي رأيي فيما يفعل. هذا ما هذه الكلمات أنا قلتها لاجترارك إلى التعليق عليها، وكنت سأطرح السؤال، ولكن لأنه فرق بين فعال وتفعيل. الفعال والتفعيل واضح فيما هو مسند إليه، لكن هل هو يفعل هذه العملية التوجيهية أو لا؟ هنا نطرح سؤال. تفضلي. أنت قطعتيني في طرح السؤال، ولذلك معناه لا لأنه ما عندك. لا أنا قدمت أو طرحت الفكرة كفكرة عامة، ولا لم تكن طبعا، لم أتقول عليك أو لم أقول لا أستاذ، فقط هو في سياق الكلام فقط. واضح. لا واضح. وبالتالي أنا كنت سأطرح السؤال أو سأطلب منك التعليق على الكلام فيما يخص طبعا دولة الجزائر، ولكن أنت سبقتي، فتفضلي أعطنا المفيد. لا أستاذ، هو مجرد لأنه أنا استرسلت في الحوار، لهذا لم أترك المجال للسؤال والجواب، ربما لتعودي في الكلام معك حتى خارج إطار يعني لقائنا هذا، لأنه تحاورنا كثير يعني في بعض النقاط حول الدرس الفلسفي والذي يشغلنا يعني كمشتغلين يعني عرب حول المادة. لهذا كانت حالة الحوار يعني غير محددة بالنسبة لي، يعني كلامك ربما كان تدخل مني فقط في سير هذه الجلسة الكريمة. لكن أستاذ بالنسبة لي المفتش، يعني أنا أعرف أنك يعني ربما عايشت وربما سمعت من زملاء وكذا، هو عدم التفعيل فقط، هذا هو الذي أردت أن أضيفه. يعني المفتش هو كالأستاذ، يعني هو يعني كذلك ربما يعني لن نطعن في مصداقيته أو في حبه للمادة، لكننا نرى أن هناك حالة من يعني عدم التفعيل، إن لم نقول يعني
ربما فعالية موجودة. يعني هو كمشتغل على الفلسفة، يعني فعلا هناك نوع من التوجيه واللقاءات يعني القيمة عند بعض المفتشين والتوجيه، لكن التفعيل لما يسمى بالتوجيه، يعني توجيه لمن؟ هل هو توجيه أوامر أو توجيه نصائح؟ هل هو إرشاد؟ هل هو عقاب؟ هل هي يعني وسيلة مراقبة أو توجيه؟ المصطلحات تختلف. يعني إن طبعا، كان لا طبعا. مراقب يصح أن نسميه مفتش، يعني فعلا هو مراقبة الأستاذ. لكن إذا كان توجيه هو زمالة أظن، يعني أكثر منها. يعني أنا زميلي يوجهني، الأستاذ المكون يوجهني، زميلي في العمل خارج إطار المادة يوجهني. يعني إعطاء نوع من التوجيه أو الإرشاد خارج إطار الرقابة. لأنه في مفهوم العقاب صعب والخوف يعني بين قوسين من الرقابة، يعني خلى بعض الأساتذة ينعزلون. يعني هذا في مجال البحث الميداني، ربما أفيدكم به قبل حتى نشره. لما تكلمت مع بعض الأساتذة لماذا لا تطرحون المشاكل علنا، هو يعني دوره أن يعالج، تجد أن هناك تخوف من إضافة مشاكل على مشاكلهم. يعني هناك تخوف من الرقابة لأنه لم يلتمسوا التوجيه عند البعض. نحن نقول عند البعض لأنه هناك مفتشين وهناك يعني ناس لهم غيرة على المادة وما شاء الله، يعني لا نطعن في مصداقيتهم، لكن نتكلم عموما وعلميا. يعني أمور هي استبيانات وكذا. نعم، تفضل أستاذ. هو حقيقة كما تفضلت، الأستاذ ومدرس المادة أحيانا أو بعضهم يخشى الإفصاح ويخشى البوح عن المشاكل كي لا يضع مشكلة فوق مشكلة. ليس هذا فقط، ولكن المؤسف والمخزي، وأقولها علنا وأقولها صراحة وأكررها، في بعض الدول العربية وصلت ربما مع عشرات الأساتذة أغلبهم وعد بالحضور والظهور والمناقشة كما نفعل الآن، ولكن بعد دقائق يبتلع وعوده، أو ربما يضعني في الحظر، أو يرفض التواصل مجددا. كل ذلك من باب الخوف. عموما هذا اللقاء هو تسليط ضوء أو مجموعة إضاءات حول القضية التي نحن بصددها. نعم. لن يتوقف الأمر حول تلك الإضاءات أو الإشارات، ولكن العمل سيكتمل بإذن الله لاحقا حينما نقدم مجموعة الدراسات والأبحاث حول وضعية الفلسفة على مستوى الوطن العربي عموما، نقوم بتجميعها في كتاب جماعي نقوم بنشره كبحثا مستفيض ومتوسع في الموضوع المطروح. نعم أستاذ، كإضافة فقط قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى إذا سمحت لي. تفضل. فقط لكي نعطي لكل ذي حق حقه. يعني عندي تواصل مع بعض المفتشين، يعني ما شاء الله استيعاب ومساعدة في موضوع الأطروحة وإرسال مراجع وتشجيع على اختيار الموضوع، لأنه صعب نوعا ما البحث حول ما هو كائن، يعني ما زال قيد الدراسة. البحث في الأطروحة كان صعب يعني نوعا ما أنك تختار موضوع، ما زال بين أخذ ورد، ما زال لم يحسم. كانت مساعدة يعني من قبل بعض المفتشين، يعني ما شاء الله قلت استيعاب وحب للمادة وتشجيع. ويعني هناك حالة من الطغيان فقط لشريحة أو ربما لمفهوم أو لتكاسل أو تخاذل، لكن هناك من لهم رغبة في الإصلاح وفي لهذا نحن نبحث على تكتل، يعني إن صح التعبير، تكتل لهذه القوى الفاعلة لربما تحسين الوضع الحالي في الدول العربية ككل. أستاذ يعني طبعا، أنا أتكلم عن الجزائر، طبعا. وأنا أتكلم عن الجزائر، وعندي يعني يقين أن وكأنني أتكلم على كل الدول العربية بلسان الجزائر. هذا للأسف الشديد، للأسف، وكلامك منطقي وكلامك واقعي يلامس الواقع إلى حد كبير. هذه هي مأساتنا على مستوى الوطن العربي. أستطيع أن أقولها بكل جرأة وبكل صراحة، هذه هي مأساة الوطن العربي، بحكم طبعا تواصلي مع مئات الشخصيات على مستوى الوطن العربي.
سواء في مجال التدريس الثانوي أو في مجال التدريس الجامعي أو في مجال البحث ما بعد الجامعي، سواء الماجستير أو الدكتوراه، أو حتى طلبة المراحل أو المرحلة الثانوية. للأسف الشديد هذه مأساة عربية، ومأساة عربية بامتياز. لدينا العديد من الشخصيات، لن نقول الوطنية، ولكن العديد من الشخصيات الفاعلة الراغبة في التغيير والتغيير الإيجابي، ولكن قوى الظلام للأسف أكثر بكثير، أو قوى الشر أكثر بكثير من قوى الخير داخل الوطن العربي. ولكن في النهاية لن يكون ذلك عائقا أو حائلا دون السعي والتنقيب والوصول إلى الهدف المنشود الذي نسعى إليه جميعا. على كل حال، أستاذة أسماء، دعونا ننتقل الآن إلى المرحلة الثانوية أو الشهادة الثانوية، اللي هي الصف الثالث الثانوي. منذ قليل أخبرتني أن طالب الصف الثانوي أو في البكالوريا الشعب العلمية بيدرس تقريبا نفس المنهج المقرر على الصف الثاني شعبة الآداب. صحيح ولا لا؟ بالنسبة لي نعم، في البداية فقط، لكن بعدها بعد الفصل الثاني تختلف الوضعية. سنة ثانية آداب وفلسفة مع قسم علوم ولغات نهائي، رياضيات، كل الأقسام يعني النهائية عدا طبعا شعبة آداب يدرسون نفس المحتوى الفصل الأول. يعني ثلاثي الأول، نفس محتوى الفصل الأول بالنسبة للفصل الأول اللي هو المقرر على الصف الثاني الثانوي. صحيح. نعم، اللي هو الإشكالية الأولى، السؤال بين المشكلة والإشكالية، تتطرق للإشكالية والمشكلة، السؤال الفلسفي، السؤال العلمي، الفرق بين العلم والفلسفة، وكذلك يتطرقون إلى طرق الكتابة اللي هي طرق الكتابة المقالية ما بين الجدل والاستقصاء والمقارنة وتحليل النص. يعني يتعرفون على نفس المحتوى الفصل الأول. ثم في الفصل الثاني أقسام العلوم واللغات يتطرقون إلى مواضيع خاصة بهم، مثل اللغات، مثلا اللغة والفكر، علوم الرياضيات، البيولوجيا، كذا البيوتيقة. وبالنسبة للآداب وفلسفة، ثاني آداب وفلسفة تاريخ الفكر الفلسفي. فيما يخص طبعا الشعب العلمية في الشهادة الثانوية، هل تعتقدين أن ما يدرسونه كمنهج أو كموضوعات يتناولها المنهج المقرر، هل هي كافية لتقديم صورة واضحة، صورة صحيحة عن الفلسفة وعلاقة الفلسفة بالعلم، أو علاقة الفلسفة بغيرها من العلوم، أم أنها قصيرة عن أداء تلك الموضوع؟ يعني بالنسبة للمواضيع، المواضيع الفلسفية لا تموت كعنوان. مثلا لما نقول مشكلة الرياضيات، يعني فقط هناك تجديد في المحتوى، لأنه أصل الرياضيات، مثلا أعطيك مثال لتوضيح الفكرة، في قسم العلوم يدرسون موضوع الرياضيات. موضوع الرياضيات في شقيها: أصل الرياضيات واليقين الرياضي. يعني فكرة أصل الرياضيات بين الأصل التجريبي والأصل العقلي، يعني المشكلة نوعا ما مطروقة ويعني مستهلكة. لهذا التلميذ يسعى، يعني التلميذ يدرس الهندسة الفضائية ويسمع عن يعني أمور كثيرة مستجدة في الجانب الرياضيات، على الأقل تطرق الفلسفة الموضوع الرياضيات لكن من جانبه الحديث أو المعاصر. المشكلة ليست في العناوين، التفاصيل، المشكلة في المضامين. ما تحت العنوان أو المضامين غير معاصرة. يعني هناك ما يمكن للفلسفة أن تعالجه وتلامس واقع التلميذ. واضح. لا واضح. هذه هي إحدى مشاكل المنهج على مستوى، أو على لدى العديد من الدول العربية التي تحاورنا وتناقشنا. وهناك نقطة كذلك بالنسبة لأقسام، مثلا أنا ألاحظ أن هناك تغييب لفكرة التعامل والأخلاق وكذا، يعني تغييب لهذه الإشكالية بالنسبة للشعب العلمية عندنا في الجزائر. يعني قسم علوم
قسم تسيير واقتصاد، قسم اللغات لا يدرسون فلسفة الأخلاق، على خلاف قسم أدب وفلسفة يدرسون فلسفة الأخلاق. والمفروض يكون التلاميذ بكل اختصاصاتهم يكون لهم يعني جانب من فلسفة الأخلاق، يعني التعامل كذا، الأخلاق هناك يعني أظن أنه يحتاج إلى إعادة يعني ترتيب نوعا ما وإدراج لما هو معاصر أو معايش أو اليومي إن صح التعبير للتلميذ. الفلسفة يعني هي أقرب في كل العصور، كانت الأقرب لزمانها إن صح التعبير. يعني الفلسفة تحتاج ربما إلى إعادة في الثانوي إلى كثير من النقاط، من بينها معالجة مواضيع معاشة، وأقربها هي الأخلاق، التعامل يعني مع الآخر. يعني الحمد لله هناك مواضيع جيدة، يعني مثل الشعور بالأنا والشعور بالغير، مثل العنف والتسامح. يعني نقول ما هو جيد وما هو كذلك ما هو سلبي وما هو إيجابي. يعني بالنسبة للجانب الإيجابي يعني الجزائر على الأقل في مادة الفلسفة هناك إدراج لمواضيع تهذب نوعا ما سلوك التلميذ، اللي هو تقبل الآخر، التعايش مع الآخر، فكرة الحرية، أين تنتهي الحرية عندما تبدأ حرية الآخرين، فكرة المسؤولية، متى أكون مسؤول أم لا، العنف والتسامح، هل كل المشاكل اليومية تعالج بالعنف أم هناك حالة تسامح. الفكرة يعني في إشكالية العلاقات بين الناس مدرجة بشكل جيد. بالنسبة لي بعض النقائص يعني ذكرتها، هي موضوع الأخلاق، كذلك موضوع الأنظمة أو كذا موجودة كذلك في قسم الآداب، لكن قسم مثلا تسيير واقتصاد قسم يعني يحتاج إلى موضوع الأنظمة الاقتصادية، موضوع الأنظمة أو الاقتصاد وكذا. يعني المواضيع غير مدرجة بالنسبة لبعض الشعب لسبب مجهول، يعني ربما لاختصار أو بسبب الحجم الساعي الضيق بالنسبة للشعب العلمية لا يمكن إدراج مواضيع إضافية. أظن أنه هذا السبب. يعني هناك نقاط كثيرة أستاذ، يعني هذا الأمر يعني فيه كثير من النقاش، ويعني الجواب لا يكون مباشر. لاحظت لا واضح أنا أختصرها بصعوبة. لا هو الأمر واضح، وهو كما نوهنا في بداية اللقاء وفي بداية السلسلة أو سلسلة اللقاءات المختصة والمخصصة لدراسة الفلسفة المدرسية على مستوى الوطن العربي، أشرنا وأكدنا ولا زلنا نؤكد ونكرر بأن هذه اللقاءات هي فقط اللقاءات المرئية، هي فقط لتسليط الضوء على بعض القضايا الشائكة المتعلقة بتدريس مادة الفلسفة على مستوى الوطن العربي. هذه اللقاءات لن تنتهي بعدما تنتهي، بمعنى أننا بعدما ننهي هذه اللقاءات على مستوى الوطن العربي لن تنتهي المهمة، بالعكس مهمتنا تكون قد بدأت، وأنت على يقين بذلك، وسبق وأن تفهمنا في هذا الشأن. وبمعنى آخر حتى تكون الصورة متضحة أو واضحة لدى كل مشاهد، أننا بعدما نكمل اللقاءات أو سلسلة اللقاءات المرئية المتعلقة بالفلسفة المدرسية على مستوى الوطن العربي سنكون في مرحلة أهبة واستعداد لتلقي دراسات حول الموضوع، كل فيما يخص دولته، وسنقوم بتجميع هذه الدراسات كما قلنا في بداية الحلقة وطبعها ونشرها في كتاب جماعي، ورفع أو إيصال العديد من التوصيات والمقترحات إلى وزارات التربية والتعليم والجهات المختصة على مستوى الوطن العربي، ولكن فقط نقدم اللقاء من باب الإثراء الفكري وجذب الآخر ولفت انتباه الآخر ومشاركة الآخر معنا في مثل هذه القضية المصيرية. نعم. في الحقيقة كما تفضلت الأستاذة أسماء، قالت أن القسم العلمي ينقصه مثلا بعض الموضوعات مثل موضوع الأخلاق. للأسف الشديد الفترة الماضية أثير لغط حول بعض المهن في مصر. حينها تواصلت مع أحد الأصدقاء، هو طبيب ومفكر مصري، باعتباري بعيدا عن مصر منذ فترة أو منذ سنوات، فتواصلنا ودار بيننا نقاشا، وخلال النقاش سألته عن أخلاقيات المهنة، هل تدرس إلى
أقسام كليات الطب والطب المساعد. وكانت الإجابة صادمة، أن كليات الطب في مصر وكلية الطب المساعد بمعنى التمريض والتقنية الطبية وغيرها وما يتعلق بصحة الإنسان لا يدرسون أخلاقيات مهنة الطب. وقياسا بالقياس أخبرني البعض بأنه أيضا في كليات من قبيل مثلا كلية القانون أو كليات الإعلام لا يدرسون أيضا أخلاقيات المهنة أو أخلاقيات المهن. وبالتالي فموضوع الأخلاق الذي ينقص الشعبة أو الشعب العلمية في دولة الجزائر الشقيق في المرحلة الثانوية هي تنقص العديد من الدول العربية في المرحلة الجامعية. والنتيجة كما نرى وكما نسمع جميعا نهارا ونهارا كل يوم فروقات أخلاقية سواء من أطباء أو صيادلة أو مهندسين أو من سم المشيت. عموما عودة إلى ما قطعنا عنه. حدثينا أستاذة أسماء عن فلسفة بالنسبة للشعبة الأدبية في المرحلة الثانوية اللي في مرحلة البكالوريا. طبيعة الموضوعات. شعبة أدب وفلسفة نهائي. بالضبط. في البداية موضوع إدراك العالم الخارجي بأربع مشكلات أو 5 مشكلات، لأنه حذفت هذه المرة في التعديلات مشكلة يعني الخامسة. تبدأ بالإحساس والإدراك مشكلة أولى، ثم مشكلة اللغة والفكر، ثم مشكلة الشعور واللا شعور، ثم مشكلة الذاكرة والخيال، ثم مشكلة العادة والإرادة. يعني كلها تصب في إدراك أو آليات إدراك العالم الخارجي. هذه الإشكالية الأولى. ثم الإشكالية الثانية حول الأخلاق بين الثوابت والمتغيرات. تتناول الأخلاق النسبية والموضوعية مشكلة أولى. تتناول المشكلة الثانية في الحياة الأسرية، الشغل، الجانب يعني العلاقات. والمشكلة الثالثة حول الأنظمة السياسية، يعني حول مفهوم الدولة والنظام الفردي والنظام الجماعي، العدل والحقوق والواجبات، يعني الجانب يعني التعاملات بين الناس، الحق، الواجب، العدالة، متى تتحقق العدالة في المساواة أو في التفاوت. ثم المشكلة أو الإشكالية الثالثة حول فلسفة العلوم حول الحقيقة النسبية والحقيقة الثابتة أو المطلقة، وحول فلسفة الرياضيات، في علوم المادة الجامدة والحية. ويعني المواضيع ربما هذه الإشكالية هي يعني تتقاطع مع أقسام العلوم، لأنه يدرسوها كذلك بحذف فقط مشكلة الحقيقة. ثم آخر إشكالية حول الجمال أو حول التجربة الفنية، التجربة الذوقية والفنية، حول نسبية الجمال. هل الجمال أو هل مفهوم الجمال نسبي، أو هل التجربة الجمالية الذوقية نسبية أم مطلقة؟ يعني هناك إشكالية في الأخير تحمل مشكلة واحدة موضوع، وينتهي المحتوى لبرنامج مادة فلسفة لقسم نهائي. طيب، لو تساءلنا هل هناك خيطا ناظما ما بين شعبة الآداب الصف الثاني والصف الثالث على مستوى المنهج الفلسفي؟ هل هناك خيط ناظم بمعنى يجعلنا نستطيع أن نقول أن هناك بناء تراكميا معرفيا لدى الطالب في هذه المرحلة الثانوية؟ نوعا ما موجود، لأنه في الفلسفة الحديثة يدرسون المذاهب، المذهب العقلي والمذهب التجريبي، ثم الفلسفة المعاصرة المذهب الوجودي والبراغماتي. الفكرة تنتقل معهم، الفكرة حول أصل المعرفة، لأنه يدرسون أصل المعرفة. تنتقل الفكرة في بداية السنة الثالثة ثانوي حول آليات المعرفة اللي هي الإحساس والإدراك. ونذكر أننا في المذاهب اللي هي المذهب العقلي والمذهب التجريبي تكلمنا حول أصل المعرفة، وهنا نتكلم عن آليات اكتساب المعرفة. نحاول نوعا ما الربط، يعني هناك نوعا ما ربط، يعني نحاول أن نوجده، لكنه ليس ربط مباشر، يعني هو باجتهاد
المعلم أو الأستاذ. هناك كذلك الأستاذ، نعم. والإشكالية الأخيرة اللي في قسم سنة ثانية ثانوي حول العلاقات بين الناس كذلك تتيح نوعا ما أريحية في تقبل التلميذ لمفهوم الأخلاق ومفهوم التعاملات، مفهوم الأسرة، مفهوم العدالة والحق والواجب. يعني أظن أنه في هذا الجانب نوعا ما هناك توافق إذا اجتهد الأستاذ لإظهاره. إذن العملية لا تتوقف، وهو طبعا من الطبيعي العملية لا تتوقف فقط على البناء المنهجي أو الكتاب المدرسي والموضوعات المقررة داخل الكتاب المدرسي، ولكن للمعلم أو الأستاذ المادة دور فاعل في طبعا. الربط، وفي طبعا وفي التوضيح، وفي تفعيل النصوص التي بين يديه وربطها بأرض الواقع. هذا طبعا إلى جانب توصيل المعلومة وغيرها من أمور تدريسية معهودة ومعروفة لدى الجميع. خاصة الفلسفة أستاذ، خاصة الفلسفة، لأنه لا مساعد لنا سوانا. طيب، هو سؤال لكنه ضروري. في بعض الدول يقوم الأستاذ أو أستاذ المادة للأسف الشديد اشترار الطريقة التي تعلم بها، أو اشترار الطريقة التي وجدها مناسبة في تدريس المادة، وهي أن يجبر الطالب على حفظ بعض النصوص كما في بعض الدول العربية بينها مصر، أو أن يجبر الطالب. هو طبعا الإجبار ليس إجبار بغرض الإكراه، ولكنه بما يتماشى مع طبيعة الأسئلة أو طبيعة الامتحانات النهائية في مرحلة الشهادة، أو أن يوجه الطالب كما في دول أخرى مثلا مثل دولة ليبيا التي قلنا عنها، الامتحانات بها تأتي على صيغة صح وغلط واختيار متعدد وأسئلة مزوجة، وبالتالي فإرشادات أو نصائح المعلم هنا بتكون حول حفظ بعض الفقرات، أو إن شئنا الدقة فقرة أقل من السطر. هذه هي صيغة السؤال. ما هي طبيعة الأسئلة؟ أولا طبعا هذا هو السؤال الأول، طبيعة الأسئلة النهائية أو في مرحلة الشهادة أو في البكالوريا بالنسبة لدولة الجزائر. وطبعا سنسأل عن طبيعة أداء المعلم داخل الفصل وتوصيل المعلومات. تفضل أستاذ أسماء. سأبدأ بالسؤال الثاني لأنه هو من سيشرح الجزء الأول. بالنسبة لطبيعة الأسئلة في دولة الفلسفة، الأسئلة ذات طبيعة مقالية، بمعنى أنه هناك موضوع أول، هناك 3 اختيارات في البكالوريا: موضوع أول، موضوع ثاني، ثم موضوع ثالث. الموضوع الأول يكون إما مقارنة إما جدل، يعني إما يكون بشكل المقارنة أو بشكل الجدل، لكن سؤال طبعا يكون بصيغة سؤال وأكتب مقالة حول يعني الموضوع الثاني يكون استقصاء، يعني استقصاء. نحن هنا لا يوجد استقصاء حر، يعني ليس بالمفهوم أن تستقصي أو أن تبحث في الموضوع بشكل حر يعني مثل الجامعة. لا، هناك طريقة للاستقصاء اللي هو الإثبات، برهن، دافع، أثبت. والاختيار الثالث هو النص الفلسفي، وتكتب مقالة أو تحلل النص الفلسفي على شكل مقالة. يعني هناك 3 اختيارات، لكن المطلوب كتابة مقالة. يعني هذه 3 طرق لطرح السؤال. وكذلك بالنسبة للفصول، يعني البكالوريا بصيغتها الحالية تنفذ كذلك على وتيرة الفصول أو المواضيع الفصلية. يعني نحن نمرن التلميذ على أن يتدرب على مواضيع أو كيفية طرح المواضيع في البكالوريا. واضح. هذه بالنسبة هي. تفضل استاذ. تفضل. هذه هي أنا كملت، أنا أريد أن أكمل الشق الثاني. تفضلي. نعم. بالنسبة لطريقة طرح الأسئلة طرح الدرس أو شرح، إن صح التعبير، شرح الدرس لتلميذ في القسم. في الفلسفة هناك يعني طريقة يعني نموذجية من طرف الوزارة أو المفتش اللي تعتمد على وضعية مشكلة
يعني وضع التلميذ في إطار القلق الفكري أو الحيرة حول الموضوع وطرح مشكلة حوله، يعني مثلا اللغة والفكر أو الإحساس والإدراك، يعني طرح مشكلة عن طريق وضعية، ربما نشرح عن طريق حوار بين شخصين حول ظاهرة كذا، ثم نطرح مشكلة حول الموضوع. بعدها نبدأ بتدرج اللي هو ضبط المفاهيم، يعني مفهوم الإحساس، مفهوم الإدراك عن طريق قواميس طبعا فلسفية وكذا، ثم نتطرق للمشكلات الفرعية التي يتناولها الموضوع، مثلا ما علاقة الإحساس بالإدراك؟ هل معارفنا مستمدة عن طريق الحواس أم عن طريق العقل؟ يعني نطرح المشكلات التي تتفرع عن هذا الموضوع، وبعدها نعالجها بالطريقة المقالية، يعني وكأننا نطرح الطريقة الجدلية في الدرس، يعني موقف أول يطرح بحججه وكذا، ونستخرجها مع التلميذ طبعا بمشاركة التلميذ، لأن الطريقة التلقينية، يعني أتكلم على نفسي، يعني أظن أنها قاتلة للمادة. نعتمد على التلميذ كذلك عن طريق المقاربة بالكفاءات، نعتمد على التلميذ، وأظن أن هذا هو الطريقة العامة التي يدرس بها أغلب الأساتذة. تفضل. في الحقيقة هو ما تفضلت به طبعا هو كلام جيد من واقع وطبعا ليس كلاما عقليا نظريا، ولكنه من أرض الواقع أو مستقى من أرض الواقع. لكن للأسف الشديد في بعض الدول أو في إحدى الدول تحديدا، في إحدى الدول العربية، عملت كمتفقد للتعليم على مدار نصف عام فقط مع إحدى المدارس الخاصة، ولكن للأسف الشديد خلال تحاوري مع التلاميذ داخل الفصل ومراقبة أستاذ المادة، كان جل حديث الأستاذ في حصة الفلسفة عن الطبيخ والأكل والشرب والمكرونة وفي في النهاية لا هذا كلام واقعي أقوله عن تجربة شخصية، وأقوله على مسؤوليتي. أنا فعلا مررت بهذا الأمر، شاهدته بأم عيني. أجاب التلاميذ بأن الأستاذ على مدار الأسبوع وعلى مدار الشهر، بمعنى طيلة أيام الدراسة، ينصب الحديث أو حديث الأستاذ أو الأستاذة عن الطبخ والأكل والنشويات وغيرها من تفاصيل تخص المطبخ أو بتخص الكوجينة. وفي نهاية الفصل الدراسي أو في نهاية العام الدراسي يخصصون ساعة أو ساعتين لحفظ بعض الفقرات، أو ربما يتكاسلون عن الحفظ باعتبار أنه هناك في الامتحان أو في لجنة الامتحان هناك الفرص القرداحية التي كنا قد تحدثنا عنها مسبقا، بمعنى أن هناك إمكانية التواصل مع زميل أو إمكانية التواصل مع مدرس داخل اللجنة أو الاتصال الهاتفي أو غيرها، أو تبادل أوراق الإجابة مع زميل أو مع تلميذ مجتهد أو غيرها من الأمور. حقيقة هو الوضع مخجل للغاية، ولكنه واقع ملموس. سنعمل على إيصال هذه الرسائل جميعها إلى المعنيين كما سبق ووضحنا وعدنا وأكدنا، ونعاود ونؤكد مرة أخرى أننا سنعمل مجاهدين. قد تصل هي الرسالة ستصل، ولكن قد تعمل رسالتنا على تحريك الساكن في وزارات المالية، وقد لا تعمل. الأمر لا نضمنه، بمعنى عند وصول الرسالة إلى إحدى الوزارات أو إلى الوزارات المعنية على مستوى الوطن العربي، ربما يتحرك مسؤول أو يتحرك وزير، كما حدث معنا عندما رفعنا وراسلناهم، رفعنا لهم أو أرسلنا لهم توصيات بخصوص موضوع الفلسفة الموجهة للأطفال. تحرك البعض وتواصلوا معي شخصيا بأنهم سيقومون باتخاذ اللازم حيال الموضوع، ولكن البعض الآخر تجاهل الرسالة وتجاهل الموضوع جملة وتفصيلا. على كل حال نحن سنعمل على إيصال الرسائل. إن لم تحرك رسائلنا ساكنا داخل الوزارات العربية، نتمنى أن يكون كل تلميذ
وكل ولي أمر وكل أستاذ يشاهد هذا اللقاء أن يكون عونا وسندا في تحريك الضمائر الغائبة والأساليب الاجترارية القديمة والتخلص منها، والارتقاء بالفلسفة وبالدرس الفلسفي والعقلية الفلسفية عموما على مستوى الوطن العربي، كي نستطيع النهوض من كبوتنا التي طالت أكثر من قرون. أستاذة أسماء، في نهاية اللقاء أطلب منك توجيه رسالة تحتوي على مجموعة من التوصيات أو الطلبات، رسالة موجهة إلى وزارة التربية والتعليم. عندما نقول إلى وزارة التربية والتعليم نحن لا نوجه رسالة إلى شخص معين، ولكن نوجه رسالتنا إلى هيئة قائمة مختصة بالتربية والتعليم داخل الدولة، هيئة معنية بالتربية والتعليم وإصدار المناهج وتطوير المناهج والامتحانات وغيرها من رسالتك أستاذة أسماء أو توصياتك أو مقترحاتك حيال الموضوع المطروح. تفضل. أولا قبل التوصيات أشكر يعني المبادرة من طرفك أستاذ، لأنه القليل من يملك الجرأة يعني الجرأة والقدرة الذهنية والصحية والتفرغ والتضحية يعني لهذا العمل التطوعي إن صح التعبير، لأنه عمل يعني ربما الأغلب يترفع عنه أو لا يرغب بأن يتعب نفسه أو يرضى بأن يقنع نفسه بأن الوضع لن يتغير به أو بعمله، يعني سيرضى أن يكون جزء من الحشد وكفى. يعني مبادرتك يعني لها يعني كل الاحترام والتقدير، وأنا اتصلت بك لأنه شاهدت عدة يعني نشاطات على الصفحة. يعني أنا لا أعرفك شخصيا، لكن عملك هو من أوصلني إلى التواصل وأوصلنا إلى هذه الجلسة. في المحصلة اعمل لأراك، يعني على مقولة سقراط تكلم لأراك. الآن لا كلنا نتكلم، لكن نحاول أن على الأقل نعمل لكي نرى بعضنا البعض. فكرة التوصيات والله ليست توصيات. عندما تكون جزء من الحالة ربما ترغب بأن ينتشي لك أحدهم، لأن التوصيات تكون من حالة يعني من حالة المشاهد، لكننا نعايش واقع نريد أن يتغير بالتفعيل. لا صدقني، أنا أملك قناعة وربما أملكها من خلال التجارب أو الاستماع أو الإصغاء لأساتذة لهم كفاءة وتجربة. لا يوجد مشكلة في الحلول يا أستاذ، الحلول موجودة، والناس يعني ذوي الكفاءة أو الخبرة يعني أظن أنك تعرفهم أكثر مني. يعني في الوطن العربي نملك يعني فلاسفة إن لم نقل مشتغلين بالفلسفة. الحلول موجودة، نحتاج إلى نوع من التفعيل وألا نخاف من الفلسفة، لأن الخوف من المتفلسفين هو من يوصلون إلى القمع. أظن أنه جزء من القمع العربي، قمع الفلسفة هو قمع عربي، يعني عربي بامتياز. ونحن هنا لا نتكلم عن السياسة، بعيدا عن السياسة أتكلم عن مفهوم القمع، مفهوم اللاءات الكثيرة التي نملكها في وطننا العربي، الطابوهات التي ممنوع أن نتكلم فيها. الفلسفة تدفع ثمن لأنها أجرأ من أي مادة أخرى، وأنا أتحدى بها كل المواد الأخرى. كل المواد تعمل على إعادة ما يقوله الغير، الفلسفة الوحيدة هي تريد أن تغير، وهذا نخاف منه كثيرا في أوطاننا العربية الغالية. يعني يعز علينا أن نقول هذا على وطننا، لكن هي تنتعش كثيرا في دول أخرى. وأنت تعرف أن الدول غربية ونحن لسنا مولوعون بالغرب، لكن حقيقة تنتعش كثيرا في فضاء واسع، هي تتنفس مثلنا. لهذا لما نقمع الفلسفة أظن هو المستوى الثانوي ليس سوى خطوة أولى لمشوار من القمع اللي تعانيه في الجامعة، وأنت تدرس في الجامعة وربما تعرف الأمر هذا. يعني في الجامعة هنا قمع أكبر، راشد الذي أصبح طالبا يعني ولا تفتح له مجال لممارسة هذا التفلسف. أظن أن التوصيات لكي أختصر عليك المجال، لأنه كما قلت لك أنا أختصر بصعوبة، لأنه هذا يعني فضائي خاص اللي هو تعبير عن هذا القلق. والقلق الفكري هذا هو الذي يعني جعلني أبحث عن أي منفذ أو أي شخص يعني أو أي باحث
له نفس القلق، لأنك يعني صراحة أثرت نقطة مهمة ومسكوت عنها وربما مسلم بها لدرجة أنها أصبحت عادية. أوصي فقط أن يكون هناك، يا حبذا لو يكون هناك لقاءات يعني من طرفك في جلسات الزوم مع الناس الذين لمست فيهم هذا الصدق البحثي. يعني ربما لقاؤنا يعني لقاؤنا في جلسة، ربما جلسة يعني غير معلنة، مش بالضرورة تكون جلسة على منصة فيسبوك، ربما لوضع النقاط، ربما مقترحي يكون يصب في فكرة أخرى يظهر بطريقة ناضجة أحسن، ربما صياغتي تكون يعني محصورة نوعا ما، هو يعطيها بعد يعني أوسع بخبرته. هذا اللقاء ربما أظن أنه سيعطي فكرة حول المقترحات الجماعية، لأنه الاقتراح الفردي في كل يعني وزارة كما قلت يعني نحن لا نتفائل كثيرا به، لكن لو يكون مشروع مؤسس في كتاب يعني كما قلت يعني له صيغة رسمية أو له طبع رسمي، أظن المصداقية ستكون عامة يعني بدخول دول أخرى وكذا وعمل جماعي ولا كفاءة. هذا التوصية الأولى، أن يكون جلسات زوم بين الأساتذة ومعك طبعا لإخراج ربما أو لصياغة المخرجات بصياغة مناسبة. هذه أولا. كذلك عندي اقتراح أستاذ، أن يكون هناك نوع من المقترحات في محتوى المناهج. يعني ربما كل أستاذ مشارك معك يعطي مقترح ما هو يعني مناسب لأقسام سنة أولى أو سنة ثانية. لو نتخيل أننا سندرس الفلسفة في مستويات مبكرة، ما هي المحتويات المناسبة بناء على اطلاع من دول شقيقة أو من دول خاضت التجربة سابقا؟ كذلك هذه المقترحات جيدة، يعني حتى لو أنا يعني بالنسبة لي أرغب في التعرف على ذهنيات تفيدني في الأطروحة أو في بحثي. يعني أنا مشروعي هو تأسيس لطريقة صياغة مواضيع تناسب قيمة الفلسفة، واقترحت أن تكون المقاربة النصية كإعادة للاعتبار للفلسفة. وأظن أن المقاربة النصية أقرب للتفلسف، لأنه النص الفلسفي هو بداية التفلسف. يعني أنا أشتغل على هذا الموضوع. أظن هذه يعني الاقتراحات الفرعية لا أريد أن أخوض فيها الآن، يعني الفرعية إدراج كذا، تخفيض كذا، زيادة الحجم الساعي، يعني أظن هذه المقترحات تكون مدونة أحسن. لا بالفعل احنا ما نريده الان هو خطوط عامه، يعني جل حديثنا او اغلب حديثنا منذ بدايه اللقاء الى نهايته هو حديث في او حول الكثير من النقاط العامه والقليل من التفاصيل. وكما قلنا في بدايه اللقاء وفي منتصف اللقاء تقريبا، وكما تفضلت انت الان واعدت صيغه التنويه، نكرر ان بعد نهاية هذه اللقاءات لن تنتهي مهمتنا ولن ينتهي عملنا، بالعكس ستكون المهمة قد بدأت، والمهمة ستبدأ بتجميع دراسات عميقة ومفصلة حول الموضوع بها الكثير من أو العديد من التوصيات والمقترحات على مستوى الوطن العربي طبعا، وهي ما سنقوم بطبيعة الحال به بإرسالها لاحقا إلى الوزارات بعد طبع هذه الدراسات في كتاب جماعي على مستوى الوطن العربي. لديك أي إضافات أخرى أستاذ أسماء؟ لا أستاذ، أردت أن أشكرك أولا وثانيا، لأنه فضاء يعني فكرة، نقول أنه خطوة على الأقل أو فكرة مضيئة لإعادة إحياء هذه الطرق الفلسفية الجديدة هي اللي في التفكير. يعني أنا بالنسبة لي الفلسفة ليست مادة، يعني أنا كذلك وضعت يعني فصل أو شرح في الأطروحة حول فكرة أن الفلسفة ليست مادة، يعني هي ربما صيغة كل المواد. لهذا لو هناك يعني نوع من يعني الإدراج المسبق للمادة سيفي بالغرض. يعني لو تدرج الفلسفة في مراحل مبكرة مثل كما نذكر نحن نقول متوسط، أنتم تقولون الإعدادي بالفعل ما قبل الثانوي، أظن أنه سيتحسن الوضع كثيرا، لأنه سيتعود أستاذ اللغة العربية وأستاذ الفيزياء وأستاذ الرياضيات
وأساتذة الفرنسية وكل أساتذة وأستاذ الإنجليزية على أن المادة تصاحبه منذ سنوات، يعني وسيتعود عليها، لن يسأل ما هي أو كيف هي. حتى الأستاذ له دور، يعني الأستاذ المادة الأخرى، والتلميذ كذلك سينتقل بها، سيأتي محملا بها وفرحا بها ومستعد لتقبل يعني مواضيع جديدة مثلها مثل كل المواد الأخرى، على الأقل مثلها مثل المواد الأخرى، إن لم نقل أنها يعني لها الرفعة في فكرة أنها لها طرق التفكير، يعني هي يحتاجها كل المواد أو تحتاجها عفوا كل المواد. المهم أستاذ، أردت فقط شكرك أنت وكل القائمين على هذا الاتحاد، وأتمنى أن نلتقي كذلك معك ومع أساتذة لهم يعني اشتغال أو قلق حول الموضوع. وشكرا على الدعوة الكريمة، وسعدت كثيرا بهذه الجلسة. شكرا أستاذ أسماء. هو تنويه فقط بخصوص ما تفضلت به حول اللقاءات الجماعية التي قد تجمعنا كاتحاد الفلاسفة العرب مع الأساتذة المهتمين والمنشغلين والقلقين أو المهمومين بالفكر الفلسفي، الذين لديهم الجرأة والشجاعة في حقيقة الأمر. وطبعا الكلام للجميع. الجريء أصبحت العملة النادرة والنادرة جدا في وطننا العربي. أقولها عن قناعة وعن تجربة في نفس الوقت. ربما نوهت إلى ذلك منذ قليل. تواصلت مع عشرات الشخصيات من بعض الدول، أغلبهم وعد بالظهور، ولكنه بعد دقائق من انتهاء الحديث ابتلع وعده أو وضعني في قائمة الحظر أو تعالى لاحقا على رد. منهم أساتذة في التعليم الثانوي، ومنهم أساتذة في الجامعات، وللأسف منهم رؤساء أقسام في الفلسفة. وبدون ذكر أسماء، كل شخص يمكن أن يتوقع، يمكن أن يخمن من هو. هؤلاء الشخصيات كثيرون كتبت عنهم غير مرة في المنشورات الخاصة بالصفحة أو صفحتي أو حسابي على الفيسبوك. يملؤون الدنيا صياحا وصخبا، تذمرا على الواقع السائد، وحينما تتواصل معهم لأجل تواصل فلسفي هادف وجاد لن تجد منهم ما يرضيك أو ما يفيد الوضع الراهن. ردودا مائعة إن شئنا، أحيانا ردودا معسولة، ولكن كما تعودنا وكما نعلم جميعا هناك فرق ما بين الكلام والفعل. الكلام كلنا أو الجميع يتحدث، ولكن وقت الفعل أو وقت التطبيق للأسف الشديد عموما لم نجعل من هذه المسألة حائلا، بالعكس هي دافع ودافع قوي بالنسبة لي شخصيا. كلما امتنعت إحدى الشخصيات عن الظهور بعدما تعد وتخلف بوعدها، هذه ليست نقطة إحباط أو يأس بالنسبة لي، بالعكس هي دافع قوي وقوي جدا. أشكركم جميعا معي، منحتموني قوة وتحفيز فوق قوتي وما أمتلك من تحفيز حيال المهمة التي وضعتها لنفسي، وهي مهمة الارتقاء بالشأن الفلسفي العربي، سواء على المستوى الأكاديمي أو على المستوى الشعبي. أكرر لكم شكري وامتناني مجددا على أنكم بوعودكم التي أخلفتموها منحتموني قوة وعزيمة وإرادة فوق قوتي وعزيمتي وإرادتي. على أمل يا أستاذة أسماء أنه في حال توفر مثل الشخصيات التي نطمح إليها سنعلن عن ذلك على الملأ على صفحة الاتحاد على الفيسبوك. أيضا وسيكون اللقاء لقاء مفتوحا يسمح فيه بالدخول لكل من يرغب في الحضور ومشاركتنا في الحوار. شكرا أستاذة أسماء مرة ثانية على حضورك، وشكرا على ممكن أن يكون أستاذ كذلك ممكن أن يكون كذلك ملتقى أو حول أزمة الدرس الفلسفي، ملتقى هو حقيقة فعلا خطر الموضوع مفتوح
يمكن نحن على تواصل منذ فترة مع الأستاذة هدى الكافي، قدمنا معها لقاء منذ قرابة أكثر من شهرين عن فلسفة الأطفال. نعم. بالفعل. تواصلت معها بعد اللقاء لأجل أن نقيم أو نجهز لورشة عمل حول الموضوع، وطلبت منها لاحقا أن يكون هناك ملتقى دولي أو مؤتمر دولي حول الموضوع. جرى التنسيق للموضوع، سيكون هناك إن شاء الله في الفترة القريبة المقبلة ملتقى دولي أو مؤتمر دولي حول الفلسفة الموجهة للأطفال. أيضا الفترة الماضية قرابة أسبوعين أو أكثر كان لي لقاء مع الدكتور داود خليفة من دولة الجزائر، أعتقد على معرفة به. المهم خلال اللقاء أو في نهايات اللقاء طلب منا أحد الحضور أو استفسر عن موضوع شبيه بما طرحته الآن، وكانت الإجابة أن هذه الموضوعات التي كنا نطرحها في الفترة الماضية من قبيل مثلا إضاءات حول الفلسفة التطبيقية أو إضاءات حول البيوتيقة أو إضاءات حول مناهج التفكير الفلسفي أو غيرها من الأمور، قلنا أو أجبت بأن هذه اللقاءات ما هي إلا تمهيد لأعمال مستقبلية، إما أن تكون هذه الأعمال على هيئة ملتقيات دولية أو مؤتمرات أو استكتابات جماعية. على كل حال نحن في بداية الطريق، القادم دائما أبدا أفضل بإذن الله، على أمل أن نلتقي بكم في أعمال أخرى قادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.